السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي وطلاب الغاليين، طلاب تانية بكالوريا تاريخ في كل أنحاء مصر. معكم أستاذ مجدي أحمد، أستاذ تاريخ للثانوية العامة. والنهاردة يا جماعة احنا جايين نتكلم عن أول درس في المنهج، ألا وهو بناء الدولة المصرية، وهنمسكه نفصصه حتة حتة، وعايزك تركز لأن دي أهم سنة بالنسبة لك وأهم سنة في حياتك وعليها درجات كبيرة جدا، فأنت لازم تكون مركز في كل حاجة بقولها ومنتبه لكل حاجة. فسمي الله وصلي على رسول الله ويلا ركز معايا. قبل ما نبدأ في الدرس يا جماعة، هو أول حاجة قايلها لك هو يعني إيه دولة، بس إحنا مش عايزين نبدأ بداية تقليدية، إحنا عايزين نعرف هي الدولة دي جت منين. فقال لك أنت عارف إن من أول ما ربنا يا جماعة خلق الإنسان على سطح الأرض، أيوة من أول ما ربنا خلق الإنسان على سطح الأرض، والإنسان ده يا جماعة كان كل هدفه إيه؟ قال لك كل هدفه إن هو يشبع يا جماعة حاجاته الأساسية. يشبع حاجاته الأساسية، قال لك أيوة يا عم هو عايز يشبع حاجاته الأساسية. يعني إيه يشبع الحاجات الأساسية؟ يعني لو جعان ياكل ولو عطشان يشرب. تمام. وقال لك يا مستر كمان إن الإنسان ده كان بيعيش حياة اسمها حياة تنقل وترحال، وحياته يا مستر ما كانتش مستقرة، يعني حياته كانت غير مستقرة. تمام، يعني يا مستر كان بيعيش حياة اسمها حياة تنقل وترحال والحياة بتاعته ما كانتش مستقرة. طيب بس قال لك لا، هو بيعيش حياة تنقل وترحال بحثا عن ايه؟ بحثا عن الطعام والشراب. بعد كده يا مستر قال لك كان بيعيش فوق الايه؟ الهضاب. تمام، بعدين ايه اللي حصل؟ اتطور شويه فعرف الصيد. بعد ما عرف الصيد بدأ يصطاد الحيوانات يا جماعه، ولكن كان بياكل الحيوانات دي وهي ايه؟ نيه. مع الوقت شويه اتطور فاكتشف اكتشاف رهيب، الا وهو اكتشاف الايه؟ النار. وبدأ يستخدم النار دي في طهي الطعام وابعاد الحيوانات المفترسه. تمام، بعد كده يا مستر حصل كارثه كبيره، الا وهي حلول الجفاف فوق الهضاب يا جماعه. ولما حل الجفاف فوق الهضاب نزل الراجل الى الوادي. نزل الى الوادي، ايوه يا عم. فلما نزل الى الوادي اهو اللي هو وادي النيل، لقى هناك ميه ايه؟ ايوه لقى هناك ميه عذبه. ولقى هناك ايه؟ قال لك لقى هناك تربه خصبه. فلما لقى ميه عذبه ولما لقى تربه خصبه، قال لك بس انا كده هزرع. وعشان يزرع فلازم يعيش حياه الايه؟ الاستقرار، لان اصلا الزراعه اللي هيزرعها مش هتطلع من يوم وليله، فكان لازم يقعد جنب الارض عشان يهتم بيها، وكلنا عارفين الكلام ده. فبدا من هنا مستر شخص يقعد ويبني بيت صغير، شخص تاني يقعد ويبني بيت صغير، شخص تالت يقعد ويبني بيت صغير. فمن هنا بدات بقى يحصل ان يبقى في قرى، بعد كده القرى بقت ايه؟ مدن، بعد كده المدن بقت اقاليم، واللي انت شايفه ده بقى اسمه طبعا في التاريخ تجمعات بشرية. بدأ يبقى في تجمعات بشرية كبيرة جدا، فأصبحنا في حاجة إلى وجود دولة. فأصبحنا في حاجة إلى وجود دولة. فاحنا كده عرفنا احنا احتاجنا يبقى في دولة ليه. طب حلو، يعني ايه بقى دولة؟ قال لك والله يا مستر الدولة، ركز بقى معايا. والله يا مستر مجدي الدولة هي عبارة عن ايه؟ والله قال لك هي عبارة عن وحدة سياسية. تمام، يبقى هي عبارة عن وحدة سياسية. ماشي، مالها؟ قال لك الوحدة السياسية دي بتشغل مساحة من الأرض. تشغل مساحة من الايه؟ من الأرض. تمام، قال لك بتضم مين؟ بتضمنا احنا يا جماعة، بتضم سكان دائمين. ماشي، بتضم سكان دائمين. وخد بالك تشغل مساحة من الأرض هي مكتوبة عندك تشغل حيزا جغرافيا معينا. حيزا جغرافيا ايه؟ معينا. طيب بتضم مين؟ قال لك بتضمنا احنا، بتضم سكان دائمين. ماشي، قال لك وتحكمها ايه؟ قال لك وتحكمها سلطة، والسلطة دي سلطة عليا، وتحكمها سلطة عليا. تمام، السلطة دي قال لك ذات سيادة وتدير شؤون البلاد الداخلية وتدير شؤون البلاد الخارجية. طيب حلو قوي. يبقى الدولة هي ايه؟ ما هي الا عبارة عن وحدة سياسية بتشغل مساحة أرضية أو تشغل حيز جغرافي، بتضم سكان دائمين، تحكمها
سلطة عليا ذات سيادة بتدير شؤونها الداخلية والخارجية. أنا عايزك تمشي معايا واحدة واحدة كده وتسمي الله، وهقول لك كام حاجة تركز فيهم. نمشي واحدة واحدة. الدولة هي إيه؟ وحدة سياسية. يعني إيه وحدة سياسية يا جماعة؟ يعني مكان واحد ومحدد بحدود سياسية. الدولة عبارة عن مكان واحد محدد بحدود سياسية، والحدود السياسية دي بتفصلنا عن غيرنا من الدول. تمام. طب يا مستر، بتشغل مساحة من الأرض أو حيز جغرافي. كلمة حيز جغرافي يعني مساحة من الأرض يا جماعة. يعني إيه؟ يعني ممكن أقول الحيز الجغرافي ده يقصد بيه الأرض. الحيز الجغرافي ده يقصد بيه قوة مورفولوجيا. تمام؟ يقصد بيه غير إن هي يقول لك مساحة جغرافية. تمام؟ يبقى يقصد بيه مساحة جغرافية، يقصد بيه قوة مورفولوجيا، يقصد بيه الأرض أو مساحة من الأرض، أو يقصد بيه حيز جغرافي. كلها نفس المعنى. يبقى إذا يا مستر، هو أنا عشان أعمل دولة لازم أول حاجة إيه؟ لازم أرض يا جماعة. لازم أشوف أرض عشان أبني عليها الدولة. يبقى إذا لو أنا عايز أعمل دولة، أول حاجة بفكر فيها إن يكون في أرض. لازم آخد أرض عشان أبني عليها الدولة، أو لازم أبني الدولة دي على حتة أرض. طيب خلاص ماشي، هبني الدولة على حتة أرض، ماشي حلو. تضم ايه؟ بتضمنا احنا، بتضم سكان دائمين. سكان دائمين اللي هم المقصود بالسكان الدائمين، قال لك خد بالك بس، ويحملون جنسية الدولة ويخضعوا لقوانينها. وافهمك يعني ايه حبيب قلبي. الاول سكان دائمين يعني ايه؟ قال لك السكان الدائمين المقصود بيهم اللي هم الشعب. الشعب هم السكان الدائمين. طيب بيتقال عليهم ايه؟ قال لك بيتقال عليهم قوة، قال لك ديموغرافية. قوة ديموغرافية. يبقى شعب اللي هو ايه؟ القوة الديموغرافية اللي هم المقصود بيهم سكان دائمين. طيب كلام جميل. قال لك ولازم يكونوا الناس اللي قاعدة. بص يعني انا دلوقتي خدت حتة ارض عشان ابني عليها الدولة، لازم حتة ارض يتبني عليها الدولة. طيب هل الدولة دي من غير الشعب يبقى ليها قيمة؟ ليس لها قيمة. فاذا يا مستر الشعب هو اللي بيدي للدولة قيمة. فالشعب ده الشعب ده اللي بيبقى قاعد بيحمل جنسية الدولة. لو جيت بصيت في البطاقة بتاعتي هتلاقيه مجدي أحمد سالم، جمهورية مصر العربية، صح ولا لا؟ يبقى أنا جنسيتي إيه؟ راجل مصري، يبقى أنا بحمل الجنسية المصرية. تمام. قال لك وأنا بخضع لقوانين دولتي. يعني إيه؟ يعني الدولة بتحط قوانين أنا بلتزم بيها وبمشي وفق للقوانين دي. وعلى فكرة حتى لو أي حد من بره جاي من بره، حتى لو مش معاه الجنسية المصرية، هو كده كده بيمشي وفق لقوانين دولتنا. يعني مثلا لو واحد فرنسي جه عمل جريمة كبيرة جدا بشعة زي جريمة قتل أو وعمل الجريمة دي، خد بالك بيتعاقب بقوانين الدولة اللي هو موجود فيها. يعني بيتعاقب بقوانين مصر مش بقوانين دولته، لأن هو موجود جوه أرض مصر، فبيتعاقب بالقوانين الإيه؟ المصرية. طيب ماشي. قال لك وتحكمها سلطة. السلطة هنا بمعنى يا جماعة، بمعنى الحكومة. السلطة يا جماعة هنا بمعنى نظام حكم. نظام حكم. السلطة هنا يا جماعة بمعنى أي هيئات، سواء بقى كانت الهيئات دي، اسمع بقى، الهيئات دي هيئات تنفيذية، تمام، هيئات تشريعية، تمام، هيئات قضائية. يبقى إذن يا مستر هسأل سؤال، يبقى إذن الهيئات تنفيذية تشريعية قضائية. طب والتنفيذية اللي هو مثلا يا جماعة رئيس الجمهورية، تمام، رئيس الوزراء، تمام، طيب الوزراء، تمام. يبقى إذا ده سلطة تنفيذية أو دول سلطة تنفيذية. طب التشريعية مجلس النواب يا عم، يا عم البرلمان، مجلس الشيوخ، كل دول سلطة إيه؟ تشريعية. طيب يا مستر قضائية، قال لك المحاكم بقى باختلاف أشكالها وأنواعها يا جماعة، دي السلطة القضائية أو الهيئة القضائية. يبقى الحكومة نظام حكم أي هيئة تنفيذية تشريعية إيه؟ قضائية. قال لك ولازم تكون يا حبيب قلبي ذات سيادة. يعني السلطة اللي هي الحكومة دي تكون إيه؟ قال لك ذات سيادة. كلمة سيادة، سيادة دي يعني سيطرة. لازم تكون مسيطرة، لازم انت تكون سايد. يعني ايه؟ يعني انت مسيطر على الارض ومسيطر على الشعب اللي موجودين جوه الدولة. وعايز اقول لك على حاجة، هو انت عندك سيادة ايه؟ داخلية، وعندك سيادة ايه؟ خارجية. يعني لازم تكون فارض سيطرتك في الداخل، يعني موفر الامن والامان والاستقرار للمواطنين،
بتوفر الخدمات للناس، بترعى مصالح الشعب، تمام؟ دي معناها ان انت عندك سياده داخليه. امال سياده خارجيه؟ وركز فيها قوي. سياده خارجيه ان انت ما تكونش منع التبعيه للضغوط الخارجيه، يعني انت ما تقعش تحت الضغوط الخارجيه، ما تكونش تابع سياسيا لاي دوله من الخارج. انت عندك سياده، يعني انت قادر ان انت تاخد قراراتك وتاخد اي حاجه من دماغك، قراراتك من دماغك، بتعمل اي حاجه انت عايزها، محدش بيتحكم فيك، محدش بيتدخل في قراراتك، محدش بيتدخل في الحاجه اللي انت بتقولها، لان انت سيد موقفك، انت بتعمل اللي انت عايزه، محدش يجرؤ ان هو يتدخل في شؤونك. يبقى اذا انا مش تابع لحد، فهي دي اسمها يبقى انت عندك سياده خارجيه، بتدير شؤونك الخارجيه بنفسك، مش تابع لحد. فانت مش مديون فحد بيتدخل في شؤونك عشان انت مديون، مش واخد قروض عشان كده حد بيتدخل في شؤونك عشان واخد قروض، لا، انا عندي سياده وقادر ان انا اخد قراراتي بنفسي وانا قوي. طيب كلام جميل قوي. يبقى اذا يا جماعه اللي انا قلته ده اسمه ايه؟ مفهوم الدوله. يبقى الدوله هي ايه؟ قول معايا عشان تحفظ، عشان ده مهم جدا، عشان 50% عليه مقالي. يبقى الدوله هي وحده سياسيه. على فكره هو انا لو انا عايز اتجوز، هدالك بمثال تاني خالص، انا عايز اتجوز فبدور على بيت، فببص بلاقي في عماره كده يافطه نازله يوجد بهذه العماره وحدات سكنيه. يعني ايه كلمه وحدات؟ وحدات يعني مكان هتاخده، المكان ده ليه حيطان وليه باب، الحيطان دي اللي هي الحدود يعني، وليه باب مقفول عليه. يبقى اذا وحدات يعني مساحه محدده بحدود، تمام؟ يعني هي حته ارض محدده بحدود. كلام جميل قوي. طب انا خدت المكان ده وهقعد فيه، حلو. طب اسال سؤال، لما انت حضرتك تيجي تقعد، هتقعد مين؟ انت ومراتك وعيالك وقرايبك ايا كان يعني. يبقى اذا في ناس قعدوا جواه اللي هو الشعب او السكان بداوا يقعدوا جواه. انت يعني ومراتك وعيالك هتقعدوا جوه الايه؟ البيت ده. طب مين السلطه؟ انا راجل البيت وانا صاحب البيت، فانا السلطه، انا اللي اقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. ابني لما يجي ينزل او يروح اي حته بياخد رايي انا، بابا انزل ولا ما انزلش، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه بيرجع لي عشان انا السلطه، انا اللي اقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي، خد بالك منها بعد اذنك. هو انا دلوقتي لو انا جاي اعمل دوله، اول حاجه هفكر فيها ان انا اخد حته ارض عشان ابني عليها. يعني انت دلوقتي عايز تعمل بيت مثلا، اول حاجه هتفكر فيها عشان تعمل بيت هتقول والله انا لازم اشتري حته ارض عشان ابني عليها البيت، صح؟ يبقى اول حاجه لازم يبقى في حته ارض، تمام؟ خدت الارض يا عم وبنيت عليها البيت، لازم يكون في ناس تقعد جوه البيت ده، صح ولا لا؟ سكان يعني، ناس بني ادمين يقعدوا. يبقى الموضوع وصل سهل. طيب بعد كده يا باشا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تعالى كده هنا، فبيقول لك الدوله هي وحده سياسيه، ماشي؟ قال لك والله هي كمان بتشغل حيز جغرافي محدد، وتضم شعب يقيم إقامة دائمة ويخضع لقوانينها، وتديرها سلطة منظمة بتباشر اختصاصاتها بما يحقق الأمن والاستقرار، وتمارس سيادتها على شؤونها الداخلية والخارجية. بس عايز ألفت نظر حضرتك لحاجة. أنا لو رجعت هنا كده وقلت لك عم مجد إيه هي يا عم مجد أركان الدولة؟ يعني إيه يا عم مجد؟ يعني حضرتك لو أنت عايز تعمل دولة، ايه الحاجه اللي لازم تكون موجوده عشان تقدر تعمل دوله؟ ايه الشروط اللي لازم تكون موجوده عشان حضرتك تعمل دوله؟ قال لك والله يا عم مجد ارض. طب انت عرفت منين؟ ارجع يا عم لورا. هو انا قلت ايه؟ تشغل مساحه من الايه؟ من الارض. يبقى اول حاجه ارض. تضم سكان دائمين، يعني لازم تضم سكان، يعني تضم شعب، اهو شعب. طيب تحكمها سلطه، يبقى لازم في سلطه ولازم يبقى في سياده. يبقى اذا يا مستر ارض اهو، تمام؟ رقم 2 شعب، رقم 3 سلطة، ورقم 4 ايه؟ سيادة، تمام؟ يبقى اذا ارض شعب سلطة وسيادة، وانا فهمتك كل واحدة بقى على ايه. طيب كلام جميل قوي. بعد كده باشا بيكلمك عن اركان الدولة المصرية، بيكلمك الاول عن الدستور المصري عام 2014. بيقول لك الدستور المصري عام 2014 بتنص المادة الاولى من الدستور المصري يا جماعة، وبيقول لك ان المادة الاولى من الدستور بتقول لك
ان مصر هي دوله ذات سياده. يعني ايه دوله ذات سياده؟ يعني دوله ليها قراراتها، دوله قويه مستقله، محدش بيتدخل في امورها وشؤونها. تمام؟ اهو جمهوريه مصر العربيه، يعني مصر دوله ذات سياده، دوله قويه ليها قراراتها، بتتحكم في قراراتها، بتاخد القرارات اللي هي عايزاها، دوله قويه محدش بيفرض عليها قرارات. قال لك بص، قال لك ايه؟ وموحده لا تقبل التجزئه. مصر دايما كتله واحده، مصر دايما موحده، وعمرنا ما نقبل ان مصر ابدا تتجزأ او تتقسم. قال لك ومستحيل ان احنا نتنازل عن شبر من ارض مصر، ومستحيل ان احنا نستغنى عن حته او قطعه من ارض مصر. مصر بتاعتنا ودي ارضنا، ومستحيل ان احنا نقبل ان حد ياخد حته واحده من ارض مصر. طيب قال لك ونظامها جمهوري ديمقراطي. النظام بتاعها جمهوري ديمقراطي، يعني في عداله اجتماعيه، في حريه تعبير عن الراي، في انتخابات، في مشاركه. تمام؟ وقال لك بيقوم على اساس المواطنه وسياده القانون. يقوم على اساس ايه؟ مواطنه وسياده القانون. يعني ايه مواطنه؟ مواطنه حبيب قلبي ان احنا كلنا متساويين، كلنا قاعدين على وطن واحد، مفيش فرق ما بين مسلم، مفيش فرق ما بين مسيحي، كلنا واحد، كلنا اخوات. هو ده اسمه مبدأ المواطنه. وسياده القانون يا جماعه ان القانون فوق الجميع، مفيش حد افضل من حد، القانون سائد على الكل، والقانون بيتطبق على الكل. مفيش فرق ما بين واحد غني وواحد فقير، مفيش فرق ما بين واحد ابن فلان وابن علان، لا 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 لا, لا. كله اللي غلط بيتحاسب مهما كانت رتبته، مهما كانت وظيفته، مهما كان هو مين. ده اسمه سيادة القانون. طيب كلام جميل قوي. وقال لك الشعب المصري جزء من الأمة العربية، ويعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، وتنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ بكل بساطة أنا ممكن أجي أعمل كده، مثلا دي قارة إيه؟ أفريقيا. خد بالك، أنا هاجي أقول لك هنا مصر، أقول لك والله يا حبيب قلبي مصر دي تعتبر دولة إفريقية جغرافيا. يعني إيه إفريقية جغرافيا؟ حبيب قلبي إفريقية جغرافيا يعني مصر تقع فين؟ في قارة أفريقيا. يبقى مصر جغرافيا موجودة فين؟ في إفريقيا. يبقى مصر دولة إيه؟ تقول لي إفريقية، أقول لك الله أكبر عليك. طب مصر دولة إيه؟ تقول لي دولة إسلامية. تمام؟ فإذا مصر دي جزء من إيه؟ تقول لي جزء من عالم إسلامي، جزء من العالم الإسلامي. يعني معنى كده إن أنت تقصد إن مصر دولة إسلامية، ومصر بتنتمي للقارة الإفريقية، ومصر بتعمل علاقات مع القارة الإفريقية قوية جدا. ومصر دي جزء من العالم الإسلامي وبتعمل علاقات مع الدول الإسلامية طبعا. قال لك لا، ده كمان مصر بيقول عليها دولة عربية لأنها تنتمي لدول الوطن العربي. طبعا قال لك مش بس كده، ده مصر كمان يا مستر بتعتز بامتدادها الآسيوي. الله ينور عليك، بامتدادها الآسيوي. يعني هي بتعتز وتفتخر ان هي يا مستر ليها امتداد في اسيا. طب ايه اللي بيخليها تتصل باسيا؟ شبه جزيره سيناء. يبقى اذا هي بتعتز بامتدادها الاسيوي، ان هي جزء منها او ممتده بجزء كبير فين؟ في اسيا، عن طريق شبه جزيره سيناء. طيب كلام جميل قوي. المهم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ونستنتج ان مصر تمتلك مقومات الدوله. طبعا مصر بتمتلك مقومات الدوله، قلناها بقى ان هي عندها شعب، مواطنين مصريين، حيز جغرافي اللي هي ارض، وسلطه حاكمه، رئيس، برلمان، نظام قضائي يدير شؤونها الداخليه والخارجيه، وتتمتع بالسياده. قلناها الكلام ده، اللي هي المقومات اللي تساعد على قيام دوله. طيب الاركان الرئيسيه للدوله وكيف تساهم في بناء الدوله واستمرارها. على فكره الارض دي بيتقال عليها عوامل طبيعيه، والشعب ده بيتقال عليه عوامل بشريه سهله مش محتاجه. بس قلت بس اديك نبذه. مين هم الشعب يا جماعه؟ الشعب بيقول لك ركن رئيسي من اركان الدوله. والشعب يا جماعه المقصود بيهم هم كل المواطنين، مش بس اللي قاعدين جوه مصر، لا مش كل. بص بيقول لك ايه؟ كل المواطنين، مش بس اللي قاعدين جوه مصر، لا ده كمان بتشمل المواطنين اللي بره مصر، او مسافرين ما داموا يحملون الجنسيه المصريه. يعني ايه؟ تقصد تقول لي يا مستر ان يعني عشان اقول مين هم الشعب فتقول لي ان الشعب هم كل المواطنين،
مش بس اللي قاعدين جوه مصر، مش بس اللي قاعدين جوه مصر، لا ممكن يبقى بره مصر او مسافر بس معاك الجنسيه الايه؟ المصريه. يبقى طالما انت قاعد جوه او بره ومعاك الجنسيه، يبقى انا بقول عليك انت من ضمن الشعب، انت شعب مصري طالما معاك الجنسيه المصريه. طيب اسمع بقى، بص بقى بيقول لك ايه؟ وتبسط الدوله سيادتها عليه وفقا للقانون، وكلما كان الشعب واعيا بحقوقه. طبعا بيقول لك الدوله بتفرض قوانينها على الشعب اللي قاعد جواها، والشعب لازم ينفذ هذه القوانين ويتبع هذه القوانين. والدوله بتفرض قوانينها على الشعب اللي موجود وعلى المواطنين اللي موجوده. وقال لك يا سلام بقى لو الشعب ده كل فرد قاعد جوه الدوله دي عارف اللي ليه واللي عليه، يعني عارف ما له من حقوق وما عليه من واجبات. لو كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، الدوله هتكون اكثر قوه واكثر تقدم، يعني الدنيا هتبقى زي الفل. زي مثلا حضرتك كده قاعد في بيت، فلو امتى البيت يبقى هادي ومستقر؟ لو كل واحد عارف اللي ليه وعارف اللي عليه. يعني ايه؟ انا مثلا ابويا ليه حقوق وعليه واجبات. ازاي؟ ايه حقوقك؟ قال لك يا مستر انا حقوقي من ابويا ان ابويا وفر لي تعليم كويس، ان ابويا يدخلني مثلا مستشفيات كويسه لو انا تعبت، ان يديني مصروف كويس، ان اكلني اكلك. دي حقوقك. ولكن واجباتك ان انت تسمع كلامه، تراعي ربنا، يقول لك على حاجه تسمعها، يقول لك على حاجه تعملها. تمام؟ لو كل واحد عارف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، الدنيا هتبقى زي الفل. فهو هنا بيقول لك يا سلام بقى لو كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، ياه والله الدولة هتبقى أكثر تقدم وأكثر قوة. وبيقول لك مش بس الشعب، أو بص يقول لك إيه؟ لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي فقط يا جماعة. يعني الشعب مش زحمة وخلاص، مش عدد وخلاص وزحمة وعدد وخلاص، أمال إيه؟ قال لك لازم الشعب يشارك في بناء الدولة وتنميتها. يعني يا مستر لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي، مش بس زحمة وعدد وخلاص. يعني أنا مش هبقى فخور إن أنا عندي 100 مليون مصري. أيوة أنا عندي 100 مليون مصري، بيعملوا إيه؟ ال 100 مليون دول بيعملوا إيه؟ تقول لي يا سلام بقى لو شاركوا في بناء المجتمع. تخيل ال 100 مليون بيشتغلوا وبيشاركوا في بناء المجتمع. فقال لك المشاركة الفعالة في بناء الدولة وتنميتها. طب هو الشعب ازاي يشارك؟ قال لك اول حاجه يا عم مجد هي المشاركه السياسيه ودعم امن الدوله واستقرارها، والمساهمه في تحقيق التنميه الاقتصاديه، والحفاظ على هويه المجتمع، والدفاع عن الوطن. تعال بقى نمسك عنصر كده نفسره. يلا باشا يلا. اول حاجه المشاركه السياسيه المشاركه السياسيه وتتم من خلال. اول حاجه المشاركه السياسيه، انا بقول فيها ان صوتك اهو، صوتك ماله بيفرق. صوتك ايه؟ بيفرق. وركز معايا وهفهمك انا الدنيا بتحكي في ايه. سمي الله يا عم. ماشي. اول حاجه اختيار الحاكم وممثلي الشعب عن طريق الانتخابات. خلينا نمشي واحده واحده. ان انت تختار الحاكم وممثلي الشعب عن طريق الانتخابات. ازاي؟ حبيب قلبي انت في يوم اجازتك انت والحاج والحاجه، وانتوا طبعا كلكم اللهم بارك معاكم البطايق بتاعتكم، وفي انتخابات لمين؟ انتخابات هتختار فيها مين اللي هيمسك رئاسة الجمهورية. فاحنا خدنا بعضينا ورحنا انتخبنا اهو زي ما انت شايف كده، حطينا اسم الراجل في الصندوق كده، تمام؟ وابويا وامي وغيري. حلو؟ يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ بنختار الحاكم عن طريق الانتخابات. برضو نفس الكلام، لو في اعضاء لمجلس النواب، ناس بتترشح لعضويه مجلس النواب عشان يخشوا مجلس النواب يبقوا اعضاء في مجلس النواب. الناس دي دورها ايه؟ او احنا دورنا ايه؟ قال لك برضه يا معلم ما انت بتنزل تختار الناس دي. يبقى اذا انت قادر ان انت تختار الحاكم، تختار مين اللي يمسك رئاسه الجمهوريه، وتختار ممثلي الشعب اللي هم اعضاء مجلس النواب. انت اللي بتنزل تختار مين اللي يبقى عضو في مجلس الشعب. يقول لك مثلا محمد رمز البطاطا، مجد رمز مثلا الاسد،
ابراهيم رمز القله، تمام، وتبدا ان انت تختار، واكتر واحد بياخد اصوات هو اللي بيخش عضويه او هو اللي بيخش مجلس الايه النواب. يبقى انا عايز اقول لك على حاجه، يبقى انت عملت ايه؟ اخترت الحاكم ونزلت اخترت ممثلي الشعب عبر الانتخابات. طيب، وابداء الراي في القضايا العامه. يعني ايه ابداء الراي في القضايا العامه؟ حبيب قلبي، مثلا وزير التربيه والتعليم حط قانون جديد للتعليم، حضرتي وحضرتك والامهات والتلفزيونات والسوشيال ميديا ممكن ان هي تتكلم عن القرار ده وتبدي رايها فيه، لا ده كمان ممكن يناقشوا ويقترحوا اقتراحات كمان، يعني يحطوا اقتراحات بعد ما يناقشوا يقولوا اقتراحاتهم كمان، مش شرط تتنفذ ولكن هم بيبدوا رايهم في القضايا الايه العامه. طيب، الانضمام الى الاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني. عايز بس افهمك نقطه مهمه قوي، هو يعني ايه احزاب سياسيه؟ قال لك والله يا مستر مجموعه من المواطنين او مجموعه من الناس التي يربطهم افكار سياسيه او اقتصاديه واحده. يعني هم مجموعه من الناس بيربطهم افكار سياسيه واقتصاديه واحده، الافكار واحده، فبيجتمعوا مع بعض في حزب يا صاحبي، تمام؟ فقال لك ده اسمه حزب سياسي. بس خد بالك من حاجه، الحزب ده بيكون مرخص قانونيا. الحزب ده ماله؟ مرخص قانونيا. لا مش بس كده، ده كمان بينافس الاحزاب الاخرى في الانتخابات، يعني بيحصل منافسه ما بين الاحزاب في الانتخابات. يجي مثلا يقول لك مجد او محمد ماله؟ مرشح حزب الحريه والعداله. مثلا مين؟ مجد مرشح حزب مستقبل وطن. طب مين مش عارفه ايه؟ مرشح حزب مش عارفه ايه. يبقى الاحزاب دي اصلا يا جماعه بتعمل ايه؟ بتنافس بعض في الانتخابات. انا بترشح عن حزب الحريه والعداله، انا بترشح عن حزب مستقبل وطن كده يعني. يبقى اذا يا مستر، اذا هم بينافسوا بعض فين؟ في الانتخابات. بس لا، قال لك ومؤسسات المجتمع المدني. المؤسسات بتاعت المجتمع المدني دي اللي هي الجمعيات يا جماعه، النقابات، ماشي؟ المؤسسات، جمعيات، مؤسسات، نقابات يا مستر، ودي بتقوم بدور مكمل للحكومه. مؤسسات المجتمع الايه المدني، ايوه، مؤسسات المجتمع المدني اللي هي بتقوم بدور بيكمل الحكومه ما بتعملوش، فانا بساعد الحكومه. ازاي يا عم؟ مثلا لو لقيت حد مثلا مرمي في الشارع يا معلم، مش انت بتروح له وتساعده ومش عارفه ايه وتاخده وتصوره وتقول قبله وبعده حياته كانت عامله ازاي ودلوقتي وضعه بقى عامل ازاي؟ طب ما دي جمعيه خيريه، دي مؤسسات مجتمع مدني، دي مؤسسات مجتمع مدني. لما حضرتك مثلا يا باشا تعمل زي جمعيه مثلا اسمها في رمضان مثلا اطعام صائم او افطار صائم، وتعمل كراتين وتروح تخبط على الناس وتديهم، دي ايه؟ دي اسمها ايه؟ مؤسسات مجتمع ايه؟ مدني، تمام؟ طيب حلو قوي باشا. قال لك مراقبه اداء الحكومه والمطالبه بالاصلاح من خلال الممثلين في مجلس الايه النواب. يعني خد بالك، انا كدوري كممثل في مجلس النواب، انا عضو في مجلس النواب، انا كدوري ان انا احاسب الوزير لو عمل اي خطأ. ازاي؟ يعني مثلا الشعب متضايق من نقطة معينة او طالب بنقطة معينة ان هي تتصلح والحاجة دي ما تصلحتش، فاحنا كشعب بنبلغ العضو اللي احنا اخترناه اللي هو مسك في مجلس النواب. احنا اخترنا مجد كعضو في مجلس النواب بيناقش امورنا وبيتكلم باسمنا، فلما احنا نكون متضايقين من حاجه فبنروح نقولها له، فهو بيشوف الوزير بقى ويسأله فيها، هو انت ليه ما عملتش للناس دي كذا؟ هو ممكن على فكره يعمل له طلب اسمه طلب احاطه، اللي هو محاسبه الوزير، ان هو يجيبه يحاسبه، انت ما عملتش كذا كذا كذا، الفلوس دي راحت فين؟ تمام؟ يبقى اذا مراقبه اداء الحكومه والمطالبه بالاصلاح، ان احنا نطالب بالاصلاح من خلال ممثلي مجلس الايه النواب. طيب، دعم امن الدوله واستقرارها. انت بتدعم امن الدوله واستقرارها ازاي؟ قال لك والله يا باشا ان انت بتلتزم بالدستور والقوانين المختلفه واحترامها. هديك مثال، التزام بالدستور والقانون واحترامه. حضرتك دلوقتي لو انا دلوقتي يا باشا وانا نازل سايق العربيه قمت لابس حزام الامان، هو انت كده بتعمل ايه؟ بتحترم القانون. وانا سايق الموتوسيكل بلبس الخوذه وبلبس الحاجات الواقيه عشان لما اقع او لما اعمل حادثه
ابقى بحافظ على حياتي وحياه غيري. يبقى اذا يا باشا انت كده بتعمل ايه؟ بتحترم القانون. وانت ماشي بالعربيه اشاره المرور لما تدي النور الاحمر فتقوم واقف ومستني لغايه لما تنور نور اخضر فتبدا تمشي، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتحترم القانون. يبقى كل دي حاجات بتؤدي الى احترام القانون والالتزام به. لو انت بتعملها يبقى انت كده بتحترم القانون وبتلتزم بهذا القانون وبتطبقه. طيب، التعاون مع مؤسسات الدولة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب. انت بتتعاون مع مؤسسات الدولة، لا ده كمان بتحاول ان انت تنبذ العنف والتطرف والإرهاب، يعني تبعد عن العنف والتطرف والإرهاب. أسألك سؤال يا جماعة، الدولة مستحيل ان هي تنجح لوحدها. الدولة عمرها ما هتنجح لوحدها. الدولة بتنجح بالناس، تمام؟ بالمشاركة، ان احنا نشارك مع الدولة ونساعدها في ده. يبقى الدولة عمرها ما هتنجح لوحدها، لازم نتعاون مع الدولة. هنتعاون معاها في ايه؟ في ان احنا يا جماعة نبعد عن اعمال العنف والشغب، ونبعد كمان عن الافكار اللي بتدعو الى التطرف والقرف والمشاكل، ونبعد عن ايه؟ عن اعمال الارهاب او نتجنب الارهاب خالص، تمام؟ ونساعد الدولة في القضاء على الارهاب. فده هيساعد على ايه؟ قال لك والله يا مستر ده هيساعد على استقرار الدولة وأمن الدولة، إن الدولة تبقى آمنة ومستقرة. تمام؟ تمام. طيب اللي بعده، المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. هو يا مستر يعني إيه مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية قال لك العمل والإنتاج في مختلف القطاعات. يعني إيه؟ يعني المواطنين يا جماعة يبدأوا يشتغلوا في كل القطاعات المختلفة. فلما المواطنين يبدأوا يشتغلوا في كل القطاعات ده هيؤدي إلى إيه يا جماعة؟ لازم استنتج دي كده. قال لك هيؤدي إلى زيادة الإنتاج وكمان نمو الاقتصاد بتاع الدولة. يعني اقتصاد الدولة يا جماعة هينمو ويكبر. يبقى إذن العمل والإنتاج في مختلف القطاعات ده هيؤدي إلى زيادة الإنتاج وكمان هيؤدي إلى نمو اقتصاد الدولة. بس قال لك لا، دفع الضرائب التي تمول المشروعات العامة. يعني ايه؟ حضرتك لو انت صاحب مصنع او صاحب شركة او عندك مصنع او شركة، خد بالك من حاجة، ان الموضوع ما بيعديش كده بالسهل. لا، انت بتدفع ضرائب. الضرائب اللي انت بتدفعها ادفعها وانت مبسوط، لان الضرائب اللي انت بتدفعها الدولة بتاخدها وبتبدأ ان هي تعمل بيها مشروعات، زي ان هي تعمل لك مستشفيات، يعني تقدم لك خدمات بيها من الاخر، يعني تعمل مستشفيات، تعمل مدارس، ترصف الطرق، تبطن الترع. يبقى اذا هي بتاخد الفلوس ديت، بتاخد الضرايب دي منك عشان تعمل خدمات ليك. طيب بس قال لك لا، تشجيع الاستثمارات والمبادرات المجتمعيه. يعني ايه تشجيع الاستثمارات؟ حبيبي انا هبدا ان انا اشجع الناس ان هي تستثمر. يعني هجيب الناس الاغنياء اقول لهم يا جماعه ما تعملوا مصانع، ما تعملوا شركات. طب لما هم يعملوا مصانع ويعملوا شركات يبقى انا شجعت الاستثمارات، الناس تستثمر، تمام؟ ولما الناس تعمل مصانع وشركات يبقى ده هيوفر فرص ايه يا جماعه؟ طبعا هيوفر فرص عمل، وبالتالي لما يوفر فرص عمل يبقى البطاله هتقل. دي حاجه بديهيه، الناس اللي ما كانتش لاقيه شغل لقت شغل، تمام؟ قال لك والمبادرات المجتمعيه. كل واحد بقى على حسب المبادره. ممكن احنا كشباب نلم بعضينا او ناخد بعضينا ونقول يلا يا جماعه احنا هنبدا ان احنا ننزل نلم الزباله اللي موجوده في الشارع. طيب دي مبادره انت عملتها، صح ولا لا؟ يبقى مبادره مجتمعيه، تمام؟ انت بتساهم في نظافه الايه الوطن بتاعك او المكان بتاعك، يبقى دي مبادره. لما مدرس يقول يا جماعه والله انا هشتغل وسنه كامله للناس اللي هي والدها متوفي مجانا، تمام؟ يبقى دي مبادره مجتمعيه، انت بتعمل مبادره. طيب كلام جميل قوي. الحفاظ على الهويه بتاعت المجتمع. وعايز اقول لك كلمه، الهويه بتاعت المجتمع يعني يا حبيب قلبي شخصيه المجتمع. وعايز الفت نظرك لحاجه، انا بقول لك شخصيه المجتمع والهويه هي الشخصيه، والشخصيه يعني الحاجه اللي موجوده عندك وبتميزك عن اي حد تاني. انت بتمتلك هويه يعني شخصيتك اللي بتميزك عن اي حد. زي اللغه، انت ليك لغه بتميزك عن اي حد. ليك دين، الدين بيميزك عن اي حد. ليك عاداتك وتقاليدك اللي انت لازم تحترمها واللي بتميزك عن اي حد. فيجي يقول لك والله يا مستر اهو عن طريق الحفاظ على التراث المادي والثقافي. يبقى احنا بقى يا جماعه قلنا الحفاظ على هويه الايه؟ المجتمع.
عن طريق الحفاظ على التراث المادي والثقافي واحترام عادات وتقاليد المجتمع. بمعنى التراث المادي ده يا جماعه الحاجه الملموسه، يعني زي ما انت مثلا هتروح تزور الاثار او المعابد المصريه او اي حاجه او متاحف، فما ينفعش ان انت تخرب في الاثار دي، لازم تحافظ على اثار بلدك. طيب بس قال لك لا، والتراث الثقافي، التراث الثقافي اللي هي الحاجه المعنويه اللي هي غير ملموسه ولكن محسوسه، زي اللغه، زي الدين، زي العادات والتقاليد. يبقى انت لغتك لازم تحافظ عليها وتستميت من اجلها، لان هي الحاجه اللي بتميزك عن غيرك. دينك لازم تستميت من اجله، لان هو الحاجه اللي بيميزك عن غيرك. طيب عاداتك وتقاليدك، طبعا العادات والتقاليد هي برضو اللي بتميزك عن غيرك، واللي من خلالها من الاخر كده. اديك مثال، يعني انا دلوقتي يا باشا لو انا قاعد في اوروبا فلابس هوت شورت، او بنتي جايه لي لابسه هوت شورت وقطه عايزه تنزل، اسيبها تنزل عادي. ولكن عندي لا، انا راجل شرقي، ممنوع الكلام ده، صح ولا لا؟ فدي عادات وتقاليد وثوابت انت اتربيت عليها، ما ينفعش تتغير، ولازم تحترم عاداتك وتقاليدك. طيب وتتمسك بيها كمان. تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. يا جماعه لازم نعزز قيم الانتماء والولاء للوطن. باشا هو وقت كاس العالم لما مصر كانت بتلعب مع اي دوله، مش حضرتك كنت بتنزل القهاوي وتنزل الكافيهات وتلبس علم مصر وتمسك علم مصر وتنزل تشجع من كل قلبك وتعمل ضجه ومش عارفه ايه؟ ليه؟ قال لك لان انت فخور ببلدك، فخور ببلدك مصر، مبسوط جدا من اجل بلدك مصر. يبقى انت بتعزز قيم الانتماء والولاء. انت ممكن تعمل اي حاجه في سبيل ان دي بلدك ودي مصر، فانت فخور بيها وممكن تعمل اي حاجه من اجلها، صح ولا لا؟ لما حضرتك بتنزل كده الصبح المدرسه ويقول لك اقف حي علم بلدك، فتقوم واقف شادد نفسك كده وتفضل تقول الله اكبر الله اكبر، وتبقى شادد نفسك كده ويقول لك شد نفسك وحي علم بلدك ومش عارف ايه، وتبقى فخور وانت انا عارف ان انت بتبقى متضايق جدا لان انت بتكره ان انت تصحى بدري، بس طبعا المفروض ان انت يبقى عندك انتماء لوطنك، انت حابب وطنك، صح ولا لا؟ فانت بتعمل الحاجات دي لاجل وطنك لان انت فخور ببلدك. طيب الدفاع عن الوطن، والدفاع عن الوطن وانا عايز اقولها لك مهمه قوي. الدفاع عن الوطن وهي مسانده القوات المسلحه ودعمها معنويا. يا جماعه القوات المسلحه دي بتسهر طول النهار وطول الليل من اجل توفير ليك الامن والاستقرار وحمايه حدود الدوله بتاعتك. فاحنا عايزين بس نقول لهم كلمه طيبه، ندعمهم معنويا، يعني الكلمه الطيبه تطلع منك عشان الناس دي بتسهر لاجلك وبتتعب من اجلك، يبقى هم بيأمنوك وبيحموك وبيحموا حدودك، تمام؟ فلازم تطلع منك كلمه طيبه للناس دي، تقول لهم كلمه كويسه. طيب بس قال لك لا، المشاركه في الاعمال التطوعيه وقت الازمات والكوارث. قال لك يعني ايه تشارك في الاعمال التطوعيه وقت الازمه والكوارث؟ يعني لما يكون في ازمه، يكون في كارثه، فانت بتعمل عمل تطوعي. بمعنى ان انت مثلا بتساهم في بناء السد العالي او بتساهم في بناء سد عشان تمنع خطر سيول او تمنع خطر مش عارف ايه، يبقى انت شاركت في عمل تطوعي لمنع كارثه مثلا يعني. طيب مثلا في فتره وباء كورونا، وده كان مرض خطير وناس كتير اتصابت، مش احنا كنا بننزل نشوف الناس اللي محتاجه مثلا انابيب اكسجين ونروح نديلهم، ادويه نشتريها لهم ونوديها لهم لان هم ما يقدروش يتحركوا، ما يختلطوش بحد عشان النفس ما ينتشرش العدوى اكتر، فكنا بنعمل اعمال ايه؟ تطوعيه، صح ولا لا؟ الله ينور عليك. يبقى اذا دي اسمها اعمال تطوعيه وقت الازمات والكوارث. طيب ايه تاني يدافع عن الوطن؟ قال لك عدم نشر الشائعات التي تزعزع امن واستقرار الدوله. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده اي مقوله كاذبه ما نروجش ليها ونبدا ان احنا ننشرها ونشيرها ونعمل لها اعاده توجيه وتنتشر العالم كله، تمام؟ او تنتشر مصر في دقيقه. يعني مثلا هديك مثال، لو انا مثلا شيرت بوست بقول ان القمح في مصر مش عارفه ايه، وان احنا داخلين في ازمه كبيره، وان ما ينفعش انت وانت مش متاكد من صحه الكلام ده ان انت تعمل له اعاده توجيه او شير وتعمل بلبله وتعمل مشاكل داخل المجتمع وتهدد امن واستقرار المجتمع، لان انت كده بتثير الشائعات، فده طبعا بيهدد امن الدوله واستقرارها. فيا جماعه احنا ما نروجش للاشاعات. طيب اتعلمنا ايه بقى من القصه دي؟ قال لك ان المشاركه الايجابيه في تحقيق التنميه وبناء الدوله واجب وطني،
والاعتزاز بالهويه، ان انت تعتز بشخصيتك المصريه كده وتحافظ على التراث بتاعك اهو، والعمل على الحفاظ على تراث الوطن، ان احنا نحافظ على تراثنا وشخصيتنا. طيب تعال بقى نتكلم عن الحيز الجغرافي. الجزء الثاني بقى برنس بيتكلم عن الحيز الجغرافي. والحيز الجغرافي بيقول لك هي الرقعة المحددة اللي الدولة بتمارس سيادتها عليها، يعني بتمارس سيطرتها عليها، ولا تقوم دولة من دون وجود حدود محددة ومعترف بها. يعني مفيش دولة من غير حدود يا جماعة. لكل بداية نهاية، ونهاية كل دولة هي حدود الدولة أهو. لكل بداية نهاية، ونهاية كل دولة هي حدود الدولة. طيب وخد بالك، حتة الأرض اللي بتفرض عليها الدولة سيادتها وسيطرتها بقول عليها حيز جغرافي، اللي هي المساحة من الأرض التابعة للدولة، حتة الأرض اللي الدولة بتفرض سيادتها وسيطرتها عليها، ومحددة بحدود ايه؟ سياسية معترف بها. معترف بها يعني ليها اساس قانوني، يعني الناس قعدت وحددت الحدود وعرفنا الرقعة الارضية بتاعتنا. طيب قال لك والحيز الجغرافي ده بيشمل 3: يابس، مية اقليمية، ومجال جوي. قال لك طب تعالى لليابس. قال لك اليابس هي المساحة الارضية التي يعيش عليها السكان، حتة الارض اللي السكان بيقعدوا جواها، وتمتد داخل إطار الحدود السياسية للدولة، وتمثل الحدود البرية والفلكية. واحد يقول لي مش فاهم، أفهمك. بص يا معلم، أنا عندي دي كده أهي، دي كده إيه؟ دولة. طب الدولة دي يا معلم مالها؟ قال لك والله يا باشا الدولة دي ليها حدود سياسية، والحدود السياسية دي دايرة عرض 22، ده خط طول 25، ماشي؟ فده كده ده الخط الفاصل ما بين مصر وليبيا، ده خط حدودي فاصل ما بين مصر والسودان، تمام؟ يبقى اذا يا باشا، اذا لو في بترول هنا او في موارد هنا، يبقى انا عرفت ان الموارد دي تابعه لمصر. يعني قبل الحدود ادي مصر وادي السودان مثلا، وظهر هنا بترول او غاز طبيعي، الدولتين هيتخانقوا على البترول والغاز الطبيعي، وكل دوله شايفه ان البترول والغاز الطبيعي ده من حقهم، انا من حقي وانت من حقك. طيب حلو قوي. ولكن مع رسم حدود سياسيه اهو، كل واحده عرفت مساحه الارض بتاعتها، وحددنا الرقعه الارضيه. يعني دي كده انا عرفت ان دي كده بقت بتاعتي، دي ارضي، دي ارضي اللي انا بفرض عليها سيادتي وسيطرتي. يبقى دي ارضي اللي انا بفرض عليها سيادتي وسيطرتي، دي ارضي اللي انا بسيطر عليها، دي ارضي اللي ملكي اللي انا بتحكم فيها. فدي انا اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز، ولو ظهر هنا بترول او غاز طبيعي او اي حاجه ده بتاعي، يخصني لاجلي. طيب كلام جميل قوي. اذا يا مستر هنا كده دي المساحه اللي الدوله بتفرض عليها سيطرتها. طيب حلو، السودان تقدر تقرب؟ لا، ما تقدرش تقرب، لان دي رقعه الارض بتاعتي ومفيش اي حد يقدر يقرب. وكل دوله من خلال حدودها السياسيه عرفت مساحه الارض بتاعتها اللي هي تفرض سيادتها وسيطرتها عليها. طب كلام جميل. فقال لك اهو، بص بقى يا معلم، اول حاجه الحدود. قال لك والله يا باشا انت عندك هنا كده اهو، ده خط طول 25، وخط طول 25 قال لك اهو الحدود الغربيه تمتد مع خط طول 25، تمتد مع خط طول كام؟ 25، ودي بتفصل مصر عن ليبيا. وتم ترسيم الحدود عام 1925. طيب اما مستر الحدود الجنوبيه اهو، الحدود الجنوبيه بتمشي مع دايره عرض 22، وتم ترسيمها عام 1899. كلام جميل. ودي بتفصل مصر عن السودان، ماشي. قال لك اما الحدود الشماليه اهو تتمثل في خط الساحل، وخط ساحل البحر المتوسط. وخط الساحل ده هو يا مستر الخط الفاصل، بيتقال عليه كده الخط الفاصل ما بين يابس الدوله وبقيه المسطحات المائيه. كلام جميل قوي. وعندك يا باشا الحدود الشرقيه. قال لك الحدود الشرقيه اللي هي بتتمثل في خط ساحل البحر الاحمر وخليج العقبه،
وعندك حدود بريه اللي هي مصر الحدود البريه التي تفصل مصر عن دوله فلسطين، والتي تم ترسيمها عام 1906. وعايز اقول لك على حاجه مهمه قوي 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 تركز فيها. انا عندي حاجه اسمها يا جماعه الحدود الهندسيه، والحدود الهندسيه دي يا حبيب قلبي خد بالك بس بتتقسم لثلاثه: يا اما حدود طبيعيه، تمام، يا اما حدود قال لك بشريه او بيتقال عليها حد طبيعي، او حد هندسي فلكي، تمام، او يسير مع خطوط ايه؟ مستقيمه. واحده واحده بقى كده وتعالى معايا حبيب قلبي. ده خطوط طول ودوائر عرض، صح؟ بس تعالى هنا كده. حد فلكي يعني دوائر عرض وخطوط طول وخطوط طول. اما حد طبيعي جبال، بحار، اي حاجه من دي. طب خطوط مستقيمه، خط مستقيم يعني من نقطتين معلومتين الاصل. طيب اسال سؤال مستر، وانا لو عايز اقول مثلا الحد الشمالي ده اللي هو البحر المتوسط، اقول ايه؟ اقول لك ده حد هندسي طبيعي. حد هندسي طبيعي، حد طبيعي ليه؟ بحر متوسط يا عم في الشمال. طب البحر الاحمر هقول لك برضو ده حد طبيعي اهو، حد طبيعي، تمام. طب يا مستر ده ايه؟ قال لك حدود بشريه، حد بشري صناعي، تمام. طب يا مستر ده ممكن اقول حد هندسي بشري واقول ان هو فلكي كمان، حد هندسي بشري فلكي، تمام. طب في الجنوب حد هندسي بشري فلكي برضه، ليه؟ عشان دي دوائر عرض ودي خطوط طول، يبقى حد هندسي بشري فلكي، حد هندسي بشري فلكي. طيب كلام جميل قوي. وخد بالك بقى يا معلم ان ده حد هندسي يسير مع خط مستقيم. طب لو انا جيت قلت اطول الحدود البريه واكثرها استقامه، اطول الحدود واكثرها استقامه، تقول لي الحدود الجنوبيه هي من اطول الحدود واكثرها استقامه. طب يا باشا هقول لك دلوقتي ايه هي اقصر الحدود واكثرها استقامه. اقصر الحدود ايه؟ تقول لي والله يا مستر الحدود الشماليه الشرقيه هي من اقصر الحدود، وعلى فكره هي مستقيمه، تمام. وعلى فكره ممكن اديك سؤال هنا اقول لك الحد ده اللي هو بيفصل مصر عن فلسطين من اكثر الحدود خطوره، ومن اكثر الحدود حساسيه، ومن اكثر الحدود تعرض للخطر. يعني ايه؟ يعني يا مستر على فكره الحدود هنا حدود حساسه جدا، قال لك بيجي عن طريقها الاخطار، فالحدود دي يا مستر مش امان نهائي، على طول في بيجي من عن طريقها مثلا، يعني الهكسوس دخلوا قبل كده من الحدود الشماليه الشرقيه دي، فهي حدود على طول يا مستر مصدر للخطر والقلق والاضطرابات. طيب كلام جميل. هنا بقى بيقول لك المياه الاقليميه، والمياه الاقليميه هي المساحه اللي بتفرض الدوله عليها سيطرتها بس في الجزء بتاع المياه بتاعنا. يعني هديك مثال باشا، ادي مثلا كده انا عندي هنا كده دي مصر، تمام، ومصر هنا يا باشا كده اهو، انا عندي دي مصر، وده البحر الايه؟ ده البحر المتوسط، تمام. البحر المتوسط ده يا باشا قال لك احنا كمصر واخدين في البحر المتوسط 12 ميل بحري. يعني ايه 12 ميل بحري؟ حبيبي الميل اللي هي المسافه داخل الميه، يعني احنا مسيطرين على مسافه قد ايه من البحر المتوسط؟ قال لك احنا واخدين من البحر المتوسط 12 ميل. يعني احنا واخدين يا مستر 12 ميل من البحر المتوسط ده؟ قال لك حضرتك واخد 12 ميل من البحر المتوسط. واحد يقول لي يعني انت واخد مسافه 12 ميل؟ ايوه، بس خد بالك هو احنا مش واخدين البحر المتوسط ده بحر مفتوح كبير، احنا مسيطرين بس على 12 ميل منه. ال 12 ميل دول تحت سيطرتنا احنا، ال 12 ميل دول احنا بنفرض سيطرتنا وسيادتنا عليهم، تمام. فاحنا من حقنا ان احنا في ال 12 ميل نستخرج الثروات الطبيعيه، من حقنا لو في بترول ناخده، لو في غاز طبيعي ناخده، لو في سمك ناخده ونصطاده، تمام. قال لك لو هنقوم بعمليات النقل والتجاره من حقنا، لان دي ميتنا الاقليميه اللي انت بتفرض سيادتك وسيطرتك عليها. بس خد بالك حبيب قلبي، الدوله بتاعتنا ادركت
اهميه هذه الثروات، اهميه هذه الايه؟ فقالت لك انا لازم احافظ على الموارد، لازم احافظ على الايه؟ الموارد. يبقى اذا يا باشا دي ميتك الاقليميه اللي انت بتفرض سيادتك وسيطرتك عليها. خد بالك ما ينفعش مركب تيجي تخش الميه الاقليميه من غير لما تستأذن منك، لان دي المساحه اللي انت بتفرض عليها سيادتك وسيطرتك، وممنوع ان اي دوله تقرب من المنطقه دي، او اي مركب الدوله او دوله تانية تبعتها وتقرب من الميه الاقليميه بتاعتك الا باذن منك وانت تبقى موافق. طب لو هي ما استأذنتش، من حقك ان انت تغرق المركبه دي، تضربها بصاروخ، انت حر تعمل اللي انت عايزه طالما المركب دي ما استأذنتش قبل دخولها. طالما يا مستر ما استأذنتش قبل دخولها، اللي نلمحه نمرجحه. ليه؟ لان هي قبل ما تدخل لازم تستأذن، لان دي ميتك الاقليميه اللي انت بتسيطر عليها. طيب بس خد بالك، هو قال لك يا مستر اهو هي المساحات البحريه التي تمتد عاده لمسافه 12 ميل من خط الايه؟ الساحل، غير ان الدوله المصريه ادركت اهميه هذه الثروات المختلفه في المياه الاقليميه عند حدودها الشماليه. عرفنا قيمه الثروات اللي هناك، والدوله بتمارس سيادتها الكامله المطلقه، وقد عينت مصر حدودها البحريه. بدانا نعين حدودنا بدقه. ليه؟ قال لك لضمان الحفاظ على تلك الموارد. بدأنا بقى نعين الحدود بدقة عشان كل واحد يبقى عارف ان دي حتتنا اللي احنا مسيطرين عليها، وممنوع اي حد ان هو يتدخل في المنطقة دي او يقرب منها. طيب فقال لك بس خد بالك بقى، انت عندك المجال الجوي، والمجال الجوي هي المساحة الرأسية التي تعلو الحيز الجغرافي بشقين، سواء يابس او مية اقليمية، وتمارس الدولة سيادتها الكاملة عليه. حبيب قلب اخوك، المساحة الرأسية يعني الحتة اللي فوق، يعني الجو ماشي. انت بتتكلم عن المجال الجوي، فهو بيقول لك المساحة الرأسية يعني فوق في الجو، من فوق. الطيارة بتطير في الجو من فوق. انت لو ركبت الطيارة وبصيت تحت هتلاقي الارض اللي هي اليابس، وهتلاقي المية الإقليمية اللي هي المية اللي انت بتسيطر عليها، او المية بشكل عام يعني. تمام؟ يبقى اذا انت كده بتعلو اليابس وبتعلو المية الإقليمية، انت فوق. تمام؟ يبقى هي دي المساحة الرأسية التي تعلو الحيز الجغرافي، فوق الحيز الجغرافي، سواء يابس او مياه اقليمية، والدولة بتمارس سيادتها الكاملة عليه. بنمارس سيطرتنا وسيادتنا الكاملة على المجال الجوي بتاعنا. بص انا دلوقتي دي حدودي اهي، دي حدود مصر مع السودان، ودي حدود مصر مع ليبيا، صح؟ ادي ليبيا وادي السودان. حبيب قلبي انا الطياره اللي هتمشي في السودان تمشي في السودان هنا كده اهو، يكش تعمل اللي هي عايزاه، ولكن الطياره ما تفكرش ان هي تعدي الحدود دي، لان هي لو عدت الحدود دي يبقى هي دخلت المجال الجوي المصري. طب المجال الجوي المصري يعني الحته دي كده، الحته دي مصر بتفرض سيادتها وسيطرتها عليها، فما ينفعش الطياره دي تعدي كده وتدخل هنا كده غير باذن من مصر. يعني لازم تاخد الدوله اللي هي دوله السودان اذن من مصر ان الطياره دي تدخل. طب لو هي دخلت بدون اذن مصر، من حق مصر ان هي توقع الطياره دي، صاروخ بقى اي حاجه تمنع دخول الطياره دي. انت داخله بدون اذن ليه؟ حلو. طب هنا الطياره برضو في ليبيا تلف زي ما هي عايزه، بس ما تفكرش تعدي الخط ده، لان لو عدت هنا كده يبقى دخلت المجال الجوي المصري، يبقى انت كده هتطير في ارض مصر. طب انت استأذنت؟ عدي. طب ما استأذنتش هتزعل، لو لمحناك هنمرجحك، لان دي منطقه مصر بتسيطر عليها، لان دي منطقه مصر بتتحكم فيها، وما ينفعش اي دوله تانية ان هي تدخل الاجواء المصريه غير باذن من مصر. طب لو ما خدتش اذن، لا من حقنا نتصرف فيها زي ما احنا عايزين، نوقعها بقى، نحدف عليها صاروخ، احنا حرين بقى. تمام؟ وقال لك ايه؟ قال لك اثبت التاريخ المصري ان وحده الارض كانت اساس قيام الدوله. طبعا ان الارض تكون موحده ده اساس لقيام الدوله، والحفاظ على هذه الارض، ان احنا كمان نحافظ على هذه الارض وندافع عنها، كان شرط اساسي لاستمرار الدوله، ان الدوله تستمر وتفضل قويه. وقال لك ما شاء الله ان مصر حدودها ثابته يا جماعه، ثابته ومستقره عبر التاريخ، يعني ما بتتغيرش، بقالها كتير قوي زي ما هي، ما بتتغيرش. وده طبعا بيؤكد ان احنا دوله مستقره، فما بنغيرش حدودنا كتير، فحدودنا ثابته
ماشي، وهي الحدود التي اسهمت بشكل مباشر في تحديد شخصيتها، طبعا شخصيتها الجغرافيه والسياسيه منذ العصور القديمه ولغايه دلوقتي. طيب قال لك احنا رقم 3 هنتكلم عن، او رقم 3 هنتكلم عنها هي السلطه. وقال لك ان السلطه دي يا جماعه هي ركن اساسي او ركن رئيسي من اركان الدوله. انت بتتكلم عن السلطه، والسلطه هي ركن رئيسي من اركان الدوله، واحنا كلنا عارفين كده صح؟ طبعا. طب يا مستر السلطه هي ركن رئيسي من اركان الدوله، فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان استقرار الدوله مرتبط بقوه وتنظيم مؤسساتها. طبعا ان الدوله عشان تبقى مستقره لازم تكون مرتبطه بقوه ايه؟ لازم يكون ايه قوي في الدوله؟ قال لك لازم تكون الدوله دي مرتبطه بتنظيم المؤسسات. طيب مفهوم السلطه ايه؟ قال لك السلطه بتشمل، قال لك هو المؤسسات التي تدير شؤون الدوله. مؤسسات بتدير شؤون الدوله وتضع القوانين وتعمل على تنفيذها، بتحط القوانين وبتعمل على تنفيذ تلك القوانين، وتحافظ على الامن العام، بنحافظ على الامن العام بشكل عام. بس خد بالك السلطه يا جماعه هي وفقا للدستور بتتقسم ل3، وخد بالك بيقول لك هي منفصله ومستقله وكل واحده بتؤدي وظائفها. طيب يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها الفصل بين السلطات. في حاجه اسمها ايه؟ الفصل بين السلطات، ان كل سلطه مستقله عن الثانيه، كل سلطه ليها اختصاصاتها، فبالتالي في مبدا اسمه مبدا الفصل بين السلطات. طب اول حاجه السلطه التشريعيه، والسلطه التشريعيه دي حبيب قلبي اللي هي مجلس النواب، تمام؟ وقال لك ده الماده رقم 101، وبيقول لك السلطه التشريعيه دي ليها مهام بتعمل ايه؟ قال لك والله يا مستر كلنا عارفين ان هي بتسن القوانين وبتشرع القوانين، سن القوانين والتشريعات، هي اللي بتحط القوانين والتشريعات، تمام؟ وبتعمل ايه تاني؟ دول مرتبطين ببعض قوي يا جماعه. اقرار السياسه العامه للدوله والخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه. يعني هي بتحط سياسه الدوله العامه وبتحط الخطه اللي من خلالها حضرتك تتبعها عشان تقدر ان انت تحقق تنميه اقتصاديه وتحقق تنميه اجتماعيه. طيب بس قال لك لا، كمان يا مستر بتعمل حاجه اسمها الموازنه للدوله، الموازنه العامه للدوله. ايه الموازنه العامه للدوله؟ يعني من الاخر كده يا مستر الموازنه يعني الفلوس، يعني بتشوف الفلوس يعني زي الايرادات والمصروفات كده، دي الموازنه العامه للدوله. بتشوف الفلوس اللي داخله هنصرفها في ايه وهتروح فين وهتعمل ايه وهنعمل مشاريع بيها ايه وايه اللي احنا هنقوم بيه، والفلوس دي لو راحت مثلا في مشروع كذا هتحقق ايه ومش هتحقق ايه. يبقى دي اسمها اقرار الموازنه العامه للدوله واقرار السياسه العامه للدوله، وان هم بيحطوا خطه عشان نحقق طبعا التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. طب ممارسه الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه يعني ايه؟ يعني يا جماعه من حق مجلس النواب او من حق اعضاء مجلس النواب ان هم يا جماعه يسالوا الوزير ويحاسبوه، يحاسبوا الوزير، اللي هو يا مستر محاسبه الوزير. يجيبوا الوزير ويحاسبوه، تعالى يا باشا قول لنا انت مقصر في كذا ليه والفلوس دي راحت فين ومش عارف ايه وهكذا. يبقى ممارسه الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه يعني الاعضاء في مجلس النواب من حقهم ان هم يحاسبوا الوزير. طيب رقم 2 بيقول لك السلطه التنفيذيه، والسلطه التنفيذيه دي بتتقسم ل2. قال لك طبعا الماده 139 و163 وتتكون من شقين. اول حاجه رئيس الجمهوريه والحكومه، صلى على النبي. اول حاجه رئيس الجمهوريه بيقول لك ايه؟ هو رئيس الدوله ورئيس السلطه، هو رئيس السلطه التنفيذيه وهو رئيس الدوله. وهو لما بيجي يمسك خد بالك بيقول لك ايه؟ والله يا جماعه ان اعمل جاهدا وان ارعى مصالح الشعب ووحده وسلامه اراضيه، صح؟ ان هو هيرعى مصالح الشعب، يعني هيشوف الشعب محتاج ايه وايه اللي ناقصه وهيلبي له طلباته، وهيحافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه، يعني دايما مصر تبقى وحده واحده وموحده، وان ما حدش ابدا يفكر ان هو يعتدي على ارض مصر او يحتلها، او هو بيمنع اي حد ان هو يفكر ان هو يقرب لارض مصر. طيب فبيحافظ على استقلالها الدائم يعني. اما الحكومه قال لك دي الهيئه التنفيذيه والاداريه العليا، هيئه تنفيذيه واداريه عليا. ودي بتتكون من ايه يا جماعه؟ رئيس مجلس الوزراء
ومين؟ ونواب، رئيس مجلس الوزراء ونواب، والوزراء ونوابهم اهو، والوزراء ونوابهم. وبيعملوا ايه؟ قال لك تنفيذ القوانين واداره الشؤون الدوله اليوميه. بينفذوا القوانين وبيديروا شؤون الدوله اليوميه. طب اما السلطه القضائيه، قال لك لا، السلطه القضائيه بقى دي المحاكم باختلاف اشكالها وانواعها، والماده رقم 184. بص، السلطه القضائيه بيقول لك ايه؟ هي سلطه مستقله عن باقي السلطات، يعني ملهاش علاقه منفصله عن كل السلطات اللي فاتت، لان دي هيئه قضائيه فبتكون مستقله عن كل السلطات اللي فاتت. قال لك بص، قال لك ايه؟ تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده يا مستر، انا سلطه قضائيه فبيبقى طبعا سلطه قضائيه يعني المحاكم باختلاف اشكالها وانواعها بقى. محكمه مش عارفه ايه، محكمه الاسره، محكمه مش عارفه ايه، يعني في محاكم كتير قوي. محكمه الاسره اللي هي بتاعه الطلاق والجواز، وفي محاكم تانية بقى. تمام؟ يبقى اذا احنا هنا بنتكلم عن السلطه القضائيه، يبقى بنتكلم عن المحاكم كلها. طيب، قال لك اختصاصاتها: تفصل في النزاعات، تصدر الاحكام. افصل في طبعا افصل في النزاعات. في حد متخانق مع حد او في خناقه كبيره جدا، بيجوا يشتكوا لي وانا بتدخل للفصل في المنازعات، انا اللي بفض الخناقه دي. طيب بس لا، عن طريق ايه؟ ان انا بصدر احكامي، بشوف مين اللي غلطان والغلطان يتحاسب، اصدر الحكم على الغلطان. خد بالك، الحكم ده بيتم اصداره وفقا للقانون. وفقا للايه؟ للقانون. في قانون احنا بنطبقه بنمشي عليه، خلاص. ولازم يحققوا فكره العدل اساس الايه؟ الملك. يعني ما يجوش على حد عشان ده فلان ابن فلان، لا، او التاني فلان ابن فلان، لا، لازم يبقى في عدل، والعدل اساس الملك. انا بحكم وفقا للقانون بالعدل، اللي غلط يتحاسب. طيب، فقال لك طب اهميه السلطه للدوله ايه؟ اهميه السلطه للدوله، قال لك والله اهميه السلطه للدوله، قال لك والله يا مستر تكمن اهميه وجود سلطه حاكمه ومؤسسات قويه في تحقيق الاتي. بتكمن في ايه بقى؟ قال لك والله يا مستر السلطه بتحافظ على النظام والقانون. بتخليك ان انت تحافظ بتمشي وفق القانون والنظام، تتبع القانون والنظام. يا جماعه، ما هو لو ما فيش سلطه الدنيا هتبقى فوضى. فالسلطه طول ما هي موجوده بتجبرك على ان انت تمشي وفق للقانون ووفق للنظام، فبتحترم القانون وبتحترم النظام، لان كده كل الناس هتاكل في ايه؟ في بعض. لو ما فيش سلطه كله هياكل في كله. فلازم يا جماعه، لازم يبقى في قوانين ولازم يبقى في نظام احنا ماشيين عليه، فبالتالي احنا كده نحافظ على النظام والقانون، لان في سلطه فتخليك تحافظ على النظام والقانون. طيب، حلو قوي مستر. بتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وكمان قال لك بتحمي حقوق الافراد والجماعات، وكمان تمكين الدوله من ممارسه سيادتها. يعني ايه بقى مستر كل واحده من دول؟ اقولهم لك، صلى على النبي. بص يا معلم، انا بقول لك ايه بقى؟ اول حاجه الحفاظ على النظام والقانون. قلت لك الحفاظ على النظام والقانون يا جماعه، ان انا مثلا زي مثلا يعني اشارات المرور يا عم. اشارات المرور دي لو مش موجوده، اشاره المرور لو مش موجوده، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي البلد فوضى، والعربيات بقت زحمه، والعربيات بدات تركب على بعض، والدنيا قفلت، والناس نزلت تتخانق مع بعض. فعشان في اشارات مرور بتنظم الدنيا، فاحنا بنتبعها وبنحترم القوانين وبنمشي على الكلام ده، هتلاقي الدنيا سالكه ومفيش اي زحمه ولا في اي حاجه. طيب، كلام جميل قوي. بس قال لك لا يا مستر، حمايه حقوق الافراد والجماعات. واحد يقول لي يعني ايه حمايه حقوق الافراد والجماعات؟ ايوه يا باشا، السلطه بتحمي حقوقك وبتجيب حقك بس بالقانون وبالعقل. اديك مثال، لو انا عندي عماره ومأجر شقه لواحد ساكن فيها، والراجل ده بقاله فتره ما بيدفعليش الايجار، وبقول له اخرج من الشقه مش عايز يخرج، تمام؟ هجيب ناس بقى وبلطجيه واروح اضربه ونضرب بعض ومش عارف ايه؟ لا، امال هعمل ايه؟ اول حاجه اقوم واخد بعضي ومتجه على الاسم، والاسم احكي له مشكلتي واعمل فيه محضر، والاسم يجي يخرجه ويفضي لي الشقه. يبقى انا السلطه خلتني اخد حقي بدون بلطجه ولا بقى مستر خناقات ولا اي حاجه. تمام؟ يبقى حمايه حقوق الافراد والجماعات، تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
يا جماعه وجود السلطه بيؤدي الى استقرار وعدم فوضى، والناس بتبقى عايشه في امان وهدوء وامن وامان واستقرار. طيب تمكين الدوله من ممارسه سيادتها. كل لما تكون يا جماعه السلطه دي سلطه قويه بتخلي الدوله هي كمان قويه، والدوله تاخد القرارات اللي هي عايزاها ومفيش حد يملى شروطه عليها او مفيش حد يتحكم فيها، لان الدوله دوله قويه وبتمشي كلمتها على اي حاجه. طيب قال لك قيم تعلمتها هي ايه؟ احترام مؤسسات طبعا الدوله، والقانون واجب وطني على الجميع. طب السياده؟ بص يا باشا، قال لك والله السياده احنا قلناها قبل كده، السياده تعني ان الدوله تكون مستقله في اتخاذ قراراتها فيما يتعلق بشؤونها الداخليه جوه دولتها، وخارجيه ان ما تكونش تابعه لحد من دون خضوع لسلطات خارجيه. يا جماعه انا اكون فارض سيادتي وسيطرتي على دولتي من الداخل، زي ما قلت لك. يعني ايه؟ يعني ادير شؤوني من الداخل، اوفر الخدمات للناس، امن وامان واستقرار للناس، ابقى مسيطر على بلدي من الداخل، تمام؟ ومن الخارج ما اكونش خاضع، قلت لك قبل كده، للضغوط الخارجيه، ما يكونش عندي تبعيه سياسيه لحد، تمام؟ انا مش تابع لحد، انا باخد قراراتي ومستقل بنفسي وقراراتي باخدها لحالي. طيب وقلت لك ان السياده نوعين، يا اما سياده على الشؤون الداخليه يا اما سياده على الشؤون الخارجيه. والسياده على الشؤون الداخليه اللي هي حريه الدوله ان هي تسن القوانين، من حقك ان انت تسن القوانين اللي انت عايزها، وان انت تحفظ الامن، حفظ الامن والامان، ان انت توفر امن وامان، وتدير شؤون مواطنين. يعني ايه اداره شؤون المواطنين؟ يعني صحه، يعني تعليم، كل دي حاجات اسمها اداره شؤون، يعني تموين، ماشي؟ كل دي اسمها اداره شؤون المواطنين، توفر للناس الصحه والتعليم والتموين وكل حاجه بدون اي ضغوط خارجيه، من غير ما تكون مضغوط من اي دوله بره. طيب اما السياده على الشؤون الخارجيه، قال لك والله الشؤون الخارجيه هي تشمل استقلال الدوله، ان الدوله تكون مستقله في علاقتها الدوليه. يعني ايه علاقتها الدوليه؟ يعني علاقتها بالدول الخارجيه، علاقتها بالخارج، ان انت تعمل علاقات، انت حر مستقل تعمل علاقات مع اي دوله انت عايزها. طيب وحريتها في ابرام المعاهدات، يعني من حقك ان انت تقعد وتعمل معاهده مع اي دوله تيجي في بالك، انت حر برضه. طيب بس قال لك لا، واقامه العلاقات الدبلوماسيه. علاقات دبلوماسيه ان انت مثلا ممكن تعمل عندك سفاره مثلا، تستقبل سفير من بره. دبلوماسيه، علاقات دبلوماسيه يعني علاقه ود وحب، احنا نروح هناك هم يجوا لنا، سفراء يروحوا سفراء ييجوا كده يعني، تمام؟ دي اسمها علاقات دبلوماسيه. قال لك وحمايه المصالح الوطنيه، طبعا ان انت تحمي مصالحك الوطنيه، وكمان التمثيل امام المنظمات الدوليه زي مثلا منظمه الامم المتحده. يعني ان انت تبقى مسؤول عن نفسك، ان انت تمثل نفسك بنفسك في المنظمات الدوليه زي منظمه الامم المتحده. طيب قال لك بقى من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه؟ ان مصر يا جماعه ستظل منيعه بجبهتها الداخليه قويه، يعني الجبهه الداخليه بتاعتها قويه ومتماسكه، يعني محدش يقدر يقرب لنا جوه بلدنا من الداخل. عصيه على المؤامرات، يعني صعب جدا ومن الصعب جدا ان حد يعمل مؤامره علينا او يتآمر علينا، او عصيه على المؤامرات والفتن. مبصره، يعني شايفه كل ما يحاك حولها، يعني هي عينيها شايفه كل حاجه بتحصل حواليها، احنا مش هبل يعني. كلام جميل قوي. وبكده يبقى انا خلصت مع حضرتك الجزء الاول من الدرس الاول، والجزء الثاني مش هيتاخر عليك، هينزل لك قريب جدا. انتظر فيديو الجزء الثاني، بس خد بالك في فيديو تدريبات هينزل مع الدرس ده بعد اذنك، روح اتفرج على فيديو التدريبات عشان عينك تبقى شايفه الحل والنظام بتاع التدريبات داير ازاي، عشان تتعود على نظام الحل وافكار محترمه جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل اعجاب وتشارك الفيديو بعد اذنك لكل اصحابك عشان يوصل مننا ليك كل جديد، وما تبخلش علينا بالكومنتات الجميله اللي ترفع من معنوياتنا، وربنا يوفقك ان شاء الله ويكرمك. واشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني من الدرس الاول. السلام عليكم.